تحبوا تعرفوا نهاية الناس اللي صلبوا أو اشتركوا في صلب السيد المسيح؟ دي كلها معلومات تاريخية. هنبتدي بقيافة. قيافة اتطرد من وظيفته الكهنوتية من بعد سنة واحدة من صلب السيد المسيح. وحنان خربوا اليهود بيته وجرجروا ابنه في الشوارع وبعدها موتوه. هيرودس اتطرد من وظيفته واتنفى ومات في النفي. وبلاطس كمان اتطرد من مركزه بعد مدة قصيرة أوي من صلب السيد المسيح، واتطرد كمان من وطنه وانتحر. ويهوذا خنق نفسه قبل صلب السيد المسيح ومسك مكانه القديس متياس. أورشليم بقى حاصرها الرومان وخربوها، واليهود اتشتتوا واتباعوا كالعبيد، وأرخص من يهوذا ما باع السيد المسيح. اليهود اتشتتوا وبقوا مكروهين حتى الآن. قائد الماء هو فعلا اشترك في صلب السيد المسيح معاهم، لكن ندم واعترف بربنا، وده كان نصيبه الملكوت. ويسوع المسيح رب المجد برغم إن هو اتحكم عليه بالموت واتصلب، لكن في ثالث يوم قام من الأموات وانتصر على الموت.